ده لو الاكل مليان زيت بنجيب تلج ونحطه كده على الطبق، هيسحب معانا الزيت. جديدة دي. طب ده احنا كنا طول عمرنا بنقصها. في جديد بنشد الفتلة بس. ماشي. ده بقى لو عاوزين نحافظ على الصورة. سولوتيب. ماشي. تمام. حافظنا على الصورة. ده بقى ايه؟ ايلاينر. صح، ايلاينر اه. ماشي. فضة نعمل ايه بقى؟ مية سخنة وبنسيبه شوية، تلاقيه اشتغل تاني. جامدة. ماشي. اه. ده بقى ده الحنفية اللي بتتباع بس غالية جدا، هنعملها ازاي بقى؟ بنجيب غطا ازازة ونعملها بالشوكة، ونجيب بالونة. ماشي. نحطها في الحنفية. اشتغلت ازاي؟ حلو. اه ماشي. المقشة دي بقى ايه؟ لو عايز تلم العفرة كلها بتجيب سلوتيب وتحطها على المقشة، بتلم معاك بقى الايه الخيوط والدنيا دي كلها. احفظ الفيديو ده والله بينفع. عملت المسند ده بقى ازاي يا ابن اللعيبة؟ بتجيب شماعة. ماشي. ونتنايم يمين وشمال وبتحط اللاب عليه. جامدة الحركة دي برضو. ماشي. اللي بقى عايزين نرجع المقشة زي ما كانت بعد ما اتكسرت. ماشي. شنيور ونشيل الحتة اللي اتكسرت. غطا ازازة. ممكن يبقى عاشق ومعشوق على بعض، صح كده. ماشي. بنجيب الخشبة. تمام. ونعملها نثبتها بمسمار. رجعت المقشة تاني. اه دي بقى خصوصا في المساجد. بنجيب السولوتيب ونجيب رولة ونفردها تطلع بالمسطرة. جديدة الحركة دي. ازاي بقى نلمع بقى اي حاجة مصدية؟ بنجيب ملح. ماشي. وبعد كده بيكربونات الصوديوم وخل، ونسيبها فترة بتاع 10 دقايق وتمسح. هنجربها الحركة دي. دي بقى لو الشوكة دخلت في صبع واحد. ماشي. بلاش إبرة والكلام من ده. بنجيب ايه بقى؟ ملح وخل ومية سخنة حوالي 90 درجة. ماشي. وبعد كده تسيب ايدك جوه، يبقى زي الفل. اوكي. اه ده انا عارفها دي. بتجيب بيضة وانت بتسلق البيض بتحط خل. اكيد الناس عارفة، اكيد ستات البيوت عارفة الموضوع ده. وبعد كده تسيبها تتقشر بسهولة. ازاي ما كناش بنعمل الحاجات دي قبل كده؟ المية بقى لو بتفور بتعمل ايه؟ بتحط خشبتين والدنيا بتبقى زي الفل. اول مرة اعرف المعلومة دي والله. احفظوا الفيديو ده بقى عشان هينفع. لا ثانية بقى. وانت بتقشر البطاطا بتحط بقول لك معلقة عادي في نص البطاطا وتقشرها تطلع معاك بكل سهولة. جديدة دي هنجربها. دي بقى الناس عشان تنضف الجمبري بتقص راس الجمبري وتضغط عليه جامد وتشيل المقص، بيطلع الجمبري. في ناس اكيد تعرف المعلومه دي. المعلومه دي بقى جديده. لو انت هتخزن الطماطم ممكن تقعد معاك لمده 10 ايام. لو انت شلت الحته الخضراء دي وحطيت عليها سولوتيب هتقعد معاك لمده 10 ايام ما يحصلهاش اي حاجه. المعلومه دي بقى ناس كتير عارفاها. عشان تشيل قشر السمك بكل سهوله بتحط ميه مغليه على قشر السمك، بعد كده بيطلع معاك بكل سهوله. معروفه الطريقه دي. معاناه تفصيص التوم. بتقسم التومه وتديها خبطتين والتوم يطلع معاك بكل سهوله. المعلومه دي انا اول مره اعرفها. اللي انت عشان تخزن البطاطس بتحط معاها تفاحتين، البطاطس هتفضل معاك لمده كبيره من غير ما يجرى لها اي حاجه.